السلام عليكم، يا رب جميعًا تكونوا بخير وبصحة دايمًا. فيديو النهارده فيديو فعلًا جميل جدًا، وصفة سريعة وسهلة جميلة جدًا، يعني أنتِ لو حابة تقفي في المطبخ تعملي وصفة في خلال 10 دقايق، وفي نفس الوقت تكون فيها قيمة غذائية عالية، وفيها مكونات كتير محتاجها الأطفال أو محتاجينها كلنا، أنصحِك جدًا بالوصفة دي، وصفة فعلًا حلوة، بطاطس بالفراخ، بالخضار. بكمية خضار وفيها كمان لبن، يعني أنتِ حابة تعمليها بقى جنبها رز، حابة تعملي جنبها مكرونة، حلوة جدًا. لو متحمسين للفيديو دوسوا لايك، لو مش مشتركين في القناة يشرفني اشتراككم. يلا بينا نبدأ. معانا هنا مجموعة من الخضار، بطاطس يعني حوالي نُص كيلو، حبّايتين من البصل متوسطين، عندنا قوطة، عندنا فلفل، عندنا جزر، عندنا بعد كده صدر دجاجة واحدة، وبنحاول نقطّعه مكعبات زي ما أنا باشاور لكم كده. هابتدي أقطّع البطاطس كارو كده يعني بالطول، وبعد كده على شكل مكعبات. هي دي التقطيعة المناسبة الصينية دي، لإن هي مختلفة عن صينية البطاطس اللي بنعملها في الفرن، لإن فيها كذا كذا يعني ترِكّة كده هنشوفها مع بعض أثناء الفيديو. وبعد كده طبعًا هاقطّع كل حاجة، هاقطّع البصل على شكل شرايح، أو حابة لو أنتِ حابة تقطّعيها صغير، بس على فكرة في الوصفة دي لمّا الحاجة بتتقطّع كبير بتكون طعمها حلو جدًا ومش باينة خالص، والفلفل برضه هاقطّعه، والقوطة مش هاقطّعها، القوطة هابشرها. لو قُلتِ لي أضربها في الخلاط لأ، التيست بتاعها بيكون أعلى لمّا بتتبشر. وهنا أنا في الوصفة دي على طول باعملها بالفلفل الألوان بس، أنا استخدمت المرّة دي فلفل أخضر بس، لإن ما كانش متوفر عندي فلفل ألوان، وكمان حطيت حبّاية من حبّاية إيه، واحدة فلفل spicy لو حابة تستغني عنها براحتك، بس بتدّي طعم حلو أوي، وبشرت الطماطم يعني زي 4 طماطمات كده، وحاجتي كلّها بقت جاهزة دلوقتي البطاطس والفلفل والبصل، وقطّعت الفراخ مكعبات زي ما أنا قُلت لكم، وبشرت القوطة. على النار هاحط في الوok معلقة سمنة، أي نوع سمنة أنتِ بتستخدميه سواء بلدي أو عادي، عليها معلقتين من الزيت، وبعد كده هانزل بأول حاجة البصل. أما بالنسبة للتوابل فأنا باحط التوابل بتاعتي على مرحلتين، مرحلة وقت التسوية، المرحلة التانية وهي خلاص داخلة على سِوَى. هنا بابتدي أملّحها، طبعًا أنا مش هاحط الملح كتير لإن أنا هاستخدم مكعب من مرقة الدجاج، فهابتدي بعد كده هاحط معلقة من الكمون، نُص معلقة من الكمون عفوًا، ونُص معلقة من البابريكا، نُص معلقة صغيرة، ونُص معلقة من الفلفل الأسود، وبعد كده هابتدي أقلب المكونات دي كلّها مع بعض. على فكرة هنا الريحة تحفة جدًا لمّا التوابل بتتحط على النار، بتسخن بتدّي ريحة حلوة أوي، ونزلت بالثوم المفروم لإن أنا فرمت الثوم اللي أنتم شُفتوه، وبعد كده هانزل بالفلفل، كل حاجة واضحة مش محتاجة شرح ومش محتاجة أتكلم فيها، الفلفل لمّا بينزل بقى بيدّي ريحة بجد حلوة أوي. أنصحكم تجربوا الوصفة دي سريعة وجميلة جدًا في طعمها، وحقيقي مهما زوّدتِ منها هي في الآخر هتخلص من كتر ما هي حلوة. نزلت بمكعب مرق الدجاج، ده طبعًا اختياري، لو أنتِ مش حابة تحطيه ما تحطوش، بس هو بيعلّي التيست أوي. وبعد كده بانزل بمكعبات البطاطس بتاعتي. استخدمت هنا زي ما قُلت لكم، أو مش عارفة قُلت لكم والّا لأ، أنا استخدمت نُص كيلو من البطاطس، يعني زي ال3 حبّات متوسطين أو حبّايتين كبار، وبيتقطعوا مكعبات زي ما أنتم شايفين. حتّة إن أنا بانزل بكل حاجة بالتدريج، وبادّي لها حقّها زي دقيقتين كده في النار، وتتشمّع بالنار وبتسخن، بيعلّي الريحة بتاعتها بيعلّي التيست بتاعها أوي. وبعد كده نزلت بالقوطة المبشورة، وبعد كده هانزل بمعلقتين من الصلصة زي ما أنا وريتكم كده، معلقتين صغيّرين مش هرميين أوي. هابتدي بقى أقلب كل المكونات دي كلّها مع بعض، وبعد كده هانزل مكعبات الفراخ، وابتدي بعد كده أنزل ببقية التوابل. هنا أنا مش هاحط ملح كتير ليه؟ لإن مكعب مرقة الدجاج بيبقى فيه نسبة من الملح، فحاولي توازني الموضوع شوية، يعني أدام هتحطي مكعب مرقة دجاج يبقى تحاولي إن انتِ تقللي من الملح. قلبنا بقى كل المكونات مع بعض، هننزل دلوقتي بالفراخ، وهنسيبها زي 5 دقايق على النار، على نار متوسطة ماشي، وحابة إن انتي تحطي نص كوباية من المية براحتك، حابة تنزليها على
شعلة تكون منخفضة وتوطّي عليها النار خالص وتسيبيها تاكل من بعض كده وتاخد من أطعمة بعض وتستوي في بعض، هتكون أحلى وأحلى. بس أنا هنا حطيت زي نُص كوباية من المَيّة ووطّيت عليها النار وسِبتها وغطيتها، وهاشوف دلوقتي أنا هاعمل إيه. في المرحلة دي بالضبط أنا بافتح الفرن بتاعي علشان يسخن وابتدي أنزل في طاسة أو أنزل في كازرولة ب معلقتين سمنة أو 3 معالق، لأ 3 معالق سمنة، لإن أنا هاحط عليهم 3 معالق دقيق. لو حابة تحطي معلقتين سمنة على معلقة زيت يبقى هو كده برضه نفس المقدار. حطيت هنا معلقتين سمنة ومعلقة زيت ونزلت ب3 معالق من الدقيق، 3 معالق من معالق الأكل العادية، مش هرمية أوي لأن أنا مش حابة طبقة البشاميل اللي أنا هاستخدمها تكون عالية. لكل معلقة دقيق كوباية لبن، لكل معلقة دقيق كوباية لبن. وبعد كده نزلت بملح وكمون، ملح قليل مش كتير أوي. وبعد كده هانزل بالفلفل الأسود وأقلبه شوية تقليبة صغيرة كده، لأن أنا مش عايزاه يكون تقيل زي البشاميل اللي هو بتاع المكرونة، يعني عايزاه يكون السمك بتاعه يكون متوسط. خلاص في التوقيت ده خلاص هي تقلت، خلاص ابتدي بقى أجهّز صينية عندي عشان أحطها في الفرن. متهيأ لي كده الصورة وضحت معاكم، شُفتوا أنا هاعمل إيه. خلاص هي كده فعلًا استوت وهابتدي أشوف السِوَى بتاعها. لو لقيتيها لسه ما استوتش ممكن تضيفي عليها مثلًا نُص كوباية من المَيّة، نُص كوباية صغيرة من المَيّة وتسيبيها لمدة 5 دقايق كمان. لكن هي خلاص هي خدت من بعض كده، خدت من الأطعمة كلّها، هي كده ممتازة. لو أنتِ حابة تكتفي بالمرحلة دي هتبقى تمام. هي كده صينية بطاطس بالفراخ عادية أو بقطع الفراخ عادية جدًا. لكن تركة إن أنا عملت لها وِش بشاميل بجد ودّاها في حتّة تانية خالص، خلّى ليها طعم كريمي وتحفة وغنية جدًا، جدًا. غير طبعًا لو أنتِ زيي عندِك حد مش بيشرب اللبن، أنتِ كده دخّلتِ له اللبن بشكل محبوب جدًا. يعني أنا عندي ولادي مش بيحبوا اللبن، فأنا طبعًا باحطه لهم بالشكل ده علشان خاطر أبقى ضامنة إن هُم هيشربوا اللبن سواء كده أو كده، فخلاص هُم شربوه كده بالشكل ده وعجبهم من غير ضغط ولا أي حاجة، لا تشرب لبن غصبٍ عنك ولا أي حاجة. هيدخل في الفرن ومش محتاج في الفرن أوي، هو محتاج إن أنا أدخّله فرن يكون سخن وأشغّل عليه الشواية، وتابعيه في الشواية لإنه بياخد وِش بسرعة جدًا. أول ما يطلع وهو سخن كده هتبتدي تقدّميه، حابة تقدّميه مع مكرونة هيبقى حلو، حابة إن أنتِ تاكليه كده هو فيه كل القيمة الغذائية مش محتاج أي حاجة، حابة تحطّي جنبه رز حبّة بحبّة زي ما أنا عملت هيكون حلو أوي. شايفين قد إيه دسم، هو فيه فراخ، فيه جزر، فيه بطاطس، فيه فلفل، فيه كل حاجة، فيه لبن. يعني أنتِ مش محتاجة حاجة، وقفتِ في المطبخ مش أكتر من 10 دقايق وهو في الفرن بياخد الوش، كنتِ عملتِ الرز أو حتى لو هتعملي مكرونة أو حتى لو هتاكليه بالعيش كده. إيه رأيكم بقى؟ خفيفة وبسيطة وسهلة وطعمها حلو جدًا وهيعجبكم، جربوها وقولوا لي رأيكم فيها. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تدوسوا لايك، لو مش مشتركين في القناة يشرفني طبعًا اشتراككم. أتمنى من كل قلبي الوصفة تكون عجبتكم. دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.